هاي النواة مال الافوكادو بدل ما تتخلص من عندها تقدر تجذرها بهذا الشكل، ويصير عندك نبات افوكادو تحتفظ به بالمنزل وتعامله معاملة نبات الظل. في هذا الفيديو راح اشرح لكم شلون تجذرونها بنفسكم. اول شي تجيب النواة وتنقعها لمدة يوم كامل. التنقيع مهم حتى يخلينا نقشرها بسهولة. خليها بكلينس مطبخ ونلفها. هذا الكلينس نلفه هيجي وننقعها بالماي. هسه هاي البذرة الناقعة نجيبها ونلفها بفوليا، هاي النايلون الخفيف مال المطابخ، ونكتب عليها التاريخ حتى ورا شهر نرجع نفتحها. من بعد مرور شهر نفتحها ونلقاها بهذا الشكل، نلقاها مفطورة وطالع من عندها جذر. وتصنع لك هيجي قمع من بطل بلاستيكي تقصه بمقص وتخليه بالإناء الزجاجي، وهاي الأفوكادو تخليها هنا وتبقى هيجي تنقع بهذا الماي فترة لحد ما يطلع لها جذر نفس هاي، ويظل ينمو الجذر ينمو ويطلع لها ساق بنفس الوقت، وتبقى تنتظر لحد ما تصير شجيرة مثل هاي. وتقدر تبقيها بالماي أو تزرعها بتربة مثل هاي، فالأفضل بالتربة أكيد راح تكبر أكثر وتصير شجيرة عالية، بس بالماي راح تبقى ضعيفة دائما. شو اسمه هذا قبل ما اروح؟ افوكادو. يعني هاي هذا مال المثقفين، يعني مو مالنا انا وياك. لا مو مالنا نيويورك.